معايا كده انت مركز في شغلك وفجأة الموبايل نور، بصيت رديت بسرعة وقفلت، ويمكن الموضوع كله خد 5 ثواني، بس مخنا بقى محتاج 40 ثانية علشان يرجع لنفس مستوى التركيز. واسم الظاهرة دي resumption lag، يعني اللي بيضيع مش الوقت بس اللي بتبص فيه على الإشعار، انت كمان بيضيع معاك وقت عشان ترجع لنفسك. خلينا نفترض ان الموبايل قطعك 10 مرات في ساعة، فانت كده تقريبا خسرت حوالي 7 دقايق من التفكير العميق، وده مش بسبب الاستخدام بس، ده الوقت اللي انت اخدته عشان ترجع فيه لنفسك. والموضوع مش فينا على قد ما التطبيقات نفسها مصممة بالطريقة دي. كل اشعار هو محاولة عشان تقولك بص هنا بص هنا بص هنا. الفايبريشن، نور الشاشة، وصوت الجرس كلهم متصممين لنفس الغرض، ان هم يجذبوا انتباهك، لان الانتباه هو اغلى مورد عندك. الخبر الحلو ان الحل مش معقد، بس محتاج نبقى صراحة مع نفسنا. الحل الاول واقوى حل هو ان احنا نحط الموبايل بعيد عننا، مش جنبنا، مش على المكتب، مش مقلوب على وشه، مش سايلنت، يفضل يكون في اوضة تانية. وده لان دماغنا لما تبقى مش شايفة الموبايل هتبطل تصرف طاقة عليه. تاني حل، نقفل الاشعارات بتاعة التطبيقات اللي ملهاش لازمة. مش لازم كل ابليكيشن في حياتك يبقى ليه الحق ان هو يقطعك. تالت حل، ما تبصش على الموبايل في نص التاسك بتاعتك، خلص اللي انت بتعمله الاول وبعد كده ابقى بص عليه. الدراسة لقت ان الطريقة دي بتقلل التوتر وبتزود الانتاجية، لان دماغك ما بتقطعش في نص الفكرة. المشكلة مش بس في ان احنا بقينا بنستخدم الموبايل كتير، على قد ما هو بقى معانا طول الوقت. فيعني جربوا النهاردة ولو ساعة واحدة بس، تجربوا تشتغلوا الموبايل في أوضة تانية بعيد عنكم خالص. لو بعد كل ده حسيت ان لسه في حاجة غلط، وحسيت انه برضو انت ما بتتغيرش وما بتنتجش، يمكن المشكلة مش في الموبايل بس، ويمكن في ناس مشكلتها مش في الموبايل اصلا. وده اللي انا هتكلم عنه في الحلقة اللي جاية.